فيديو جديد. يلا بينا. النهاردة هنعمل روتين في المطبخ، ازاي ننضف البوتاجاز ويبرق معانا وما ياخدش مننا وقت. وهنا عندي المطبقية دي بحطها علشان خاطر الولاد مش بيطولوا المطبقية اللي في دولاب المطبخ، فبحطها هنا وبحط الاطباق ان هم يطولوها. ازاي ننضف المطبخ ويكون بالشكل الحلو ده. وكمان الشفاط شايفين بيبرق ازاي ولونه حلو والبياض بتاعه يعني رايق كده وحلو. النهارده هقول لكم على مكون واحد ازاي يخلي المطبخ بيبرق زي ما انتم شايفينه. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتسيبي لي كومنت حلو منك. هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو ده بالظبط سيترز. بقالي فتره او كنت عامله معاكم روتين قبل كده. اول ما فتحت القناه كنت قايله لكم عليه من اول ما عرفته او من اول ما عطرت فيه. وانا بنضف بيه على طول، ما بشيلهوش من مطبخي. يعني مش في اعياد او في مناسبات تقولي اجيبه واستخدمه، لا خالص. في مطبخك على طول، طول ما هو في مطبخك هترشي منه في كل مره بتمسحي البوتاجاز، فبالتالي هتلاقي المطبخ بتاعك على طول نضيف. التنظيفه الكبيره بقى او ممكن تشدي البوتاجاز، لان طبعا اللي عندهم البوتاجاز اللي زي ده عارفين ان لازما يتسيق من تحتيه او من الجناب بتاعته. هو مشكلته في كده. هو البوتاجاز جميل قوي وعيونه حلوه، لكن مشكله البوتاجاز اللي هو الكامل ان هو بيوسخ حواليه والحيطان. بس طول ما انتي بترشي في كل مره بتغسلي فيها. اول حاجه عجبني فيه ان هو مش بيبقع. يعني انتي لو رشيتيه كده ما عمره ما بيبقع ولا بيجراله حاجه. وكمان امن على ايديكي ان ايديكي مش بيجرالها حاجه لو انتي مسحتيه في كل مره وغسلت ايدك على طول. شايفين الحمالات هنا بغسلها، الصابون بتاعها رايق ازاي ما بيغمقش. هو مكان زيت، مكان ما بتكوني بتقلي حاجة. بس هي دي المشكلة ان ممكن تخليني. وبعدين عندي حامل واحد اللي هو ده اللي عند العين الكبيرة، هو ممكن يكون اللي بيتوسخ شوية علشان بقلي عليه. كل ما تلاقي فيه دهون او حاجة رشي كده زي ما بعمل علشان ما تتعبيش، مش بيخليكي تتعبي. هتشوفي دلوقتي العيون بتنضف ازاي على طول. مجرد ما بحط ايدي فيها او بغسل بيها بتبص تلاقيها نضفت. شايفة؟ يعني بشيله بايدي بيتشال على طول زي ما انت شايفه. والله ما داعيه خالص. انا بقولك بس علشان ما تتعبيش في المطبخ. يعني في حاجه عجبتني، او طبعا لازم اقول لكم على اي حاجه ممكن تعجبني او تسهلها عليكم، فلازم تعرفوا بيها. سهله قوي وهيقعد معاكي فتره طويله. في هنا بالسكينة، مش انا بطلع حاجة بالسكينة بس، حركة السكينة دي بتعجبني ان هي بتخليكي تضغطي جامد وتطلعي. في طبعا حاجات ممكن تكون في الحروف هنا ايدي مش هعرف اطلع بيها. هنا دوت قطن، بحط قطن كده في العيون علشان في مرة يعني جيت اغسل فيها البوتاجاز، بقيت اكب مية بقى وفرحانة ان المية بتنزل. طبعا العيون اتسدت وجبت حد يصلحها لي، فقال لي لا ما تكبيش ميه كده على البوتاجاز علشان ما يبص منك. فمن وقتها اجي اعمل كده قطنه وهتحطيها، استحاله تدخل ميه في العيون خالص. لازم نحافظوا على الحاجه، مش علشان بنروق المطبخ او بنعمل نبوظ العيون بتاعتها. والحمد لله من وقتها وهو من ساعه ما بقيت بعمل كده وانا محافظه عليه. بالسكينه الحته اللي تحسي ان هي جامده او مش قادره تنضفيها من غير مجهود، حركه السكينه حلوه قوي ان هي بتطلع اي حاجه. مش ان انا بطلع حاجه لازقه، لا، لكن بتمسك الليفه بصي او السلكه اللي انت بتغسلي بيها وبتنضف حلو. همسك بقى كده من بره الازاز كله، هغسله من بره ومن جوه. اكتر حاجة اخدت مني وقت وفعلا اديتها حقها هو البوتاجاز. لان يعني من كل الجناب بدأت اغسله من قدام ومن ورا ومن الجناب كمان. هشده دلوقتي وهوريكم الحيطة بقى. الحمد لله ما فيهاش اي حاجة. شايفين رش على الحيطان كمان اول ما بدأت. فتيجي بقى تغسلي مش حاطة هنا غير صابون مواعين مش اكتر. فاي بولة موجودة عندك او بلاستيكة كبيرة هتحطي فيها مية وصابون مواعين مش اكتر. هنا الحتة اللي محطوط فيها الشفاط، جبت السلكة بتاعت المواعين وقلت اغسلها بيها. وهنا الحمد لله وقعت من منور. فهي كانت اصلا يعني اخر حاجة هغسل بيها وارميها، لان مش هينفع بعد الدهون او الحاجات ديت بعد ما تغسليها تغسلي بيها المواعين. فخدتها غسلت بيها وطلعت المواعين واحدة نظيفة. هنا تحت عند البوتاجاز بصي من ورا، من ورا ومن الجناب كل دوت ببدأ اغسله كويس. ما بقدرش اشده اكتر من كده علشان الغاز، السلك بتاع الغاز قصير مش طويل.
هنا بقى يا سلام على الراحة النفسية لما تكون المية نازلة كده نظيفة وتشوفي المطبخ بيبرق قدامك بالشكل ده. دي اكتر لحظة ممكن اي حد او اي ست بيت بتحسي بيها، وبتحسي براحة نفسية لما تشوفي مطبخك نضيف. هنا بنتي زي ما انتم شايفين حاطة فوطة علشان الكهرباء. خدي بالك انا بكب مية هنا علشان عندي كمان صفاية في المطبخ، انتي لو ما عندكيش هتبهدلي الدنيا. فمخلياها يعني حاطه ايديها على الكوبس زي ما انتوا كنتوا شايفين، ومن تحت ببدا اكب كده. خدي بالك من النقطه دي ومن الكهرباء، ربنا يستر علينا ان شاء الله. المطبخ لمع من غير تعب، من غير مجهود، من غير اي حاجه. شايفين يعني واضح متهيألي من غير ما اقول. هنبدأ هنا كده الشفاط. احلى نوع شفاط او احسن نوع شفاط ممكن تستخدميه هو النوع ده، مع انه مش غالي قوي لكن جميل، بينضف لك المطبخ ويخليه فعلا مفيهوش دهون ولا حاجه. هو باظ مني لمده اسبوعين حسيت بالفرق، يعني لقيت في دهون بتتمسك في البوتاجاز او في الحيطه. والله العظيم فرق جامد. هو صغير اهوت بس جبار، وكمان في غسيله يعني ما بياخدش وقت. هو فعلا الحاجه الصغيره دي يعني مش اي حاجه صغيره تستقلي بيها، لا والله ابدا. في حاجات كتير قوي بتكون صغيره كده وتستقلي بيها بتطلع جباره في الاخر. هنا كده مكان المطبقيه همسح مكانها. مجرد ما برش عليها بوله محطوط فيها صابون مواعين عادي، وبتبدأي تمسحي على طول. مشكلة المطبخ الفاتح ان اي طرطشة زيت او صلصة بتبص تلاقيها بانت على طول. هو مشكلته في كده، لكن بحب الحاجة الفاتحة. يعني لو المطبخ كله فاتح او ابيض ما يشغلنيش خالص، بحب الحاجة الفاتحة، بحس ان هي منورة. لكن انا معظم الاساس عندي بنيات، والمطبخ كمان عاملاه بني زي الاساس بتاع الشقه كلها. هقولك على حاجه بقى، المطبخ ازاي تحافظي عليه؟ يعني بقاله فتره طويله عندي وبصي محافظه عليه، ما جرالوش اي حاجه. زي ما انتم شايفين قماشه وفيها كرول، او فوطه عندك وفيها كرول هتبداي تمسحي بيها. الكرول مش هيبوظ لك دولاب المطبخ، هيحافظ لك عليه وهينضفه لك كويس. الفوطه هتحطي عليها كلور من غير اي حاجه، وهتبداي تمسحي الازاز ودولاب المطبخ. وفي الاخر بعد ما بتخلصي بمناديل المطبخ وهتمسحي الازاز ودولاب المطبخ كمان، بصي هتلاقيه بيبرق قدامك من غير مجهود، ولا تقعدي تغسلي بميه ولا تغسلي بصابون ولا الكلام ده خالص. الاضاءه لو فيها حاجه كان هيبين لك ان في حاجه، لكن ما فيهوش اي اقدام. زي ما قلت لك الشفاط ده حلو، هاتيه في مطبخك هيريحك كتير، مش بيخلي المطبخ بتاعك يمسك فيه اي اقدام. المطبقيه كمان غسلتها وهرجعها هنا مكانها. وبكده كنت خلصت المطبخ. شايفين بقى الجمال والروقان كده من غير اي وقت ومن غير مجهود. هتسترس في مطبخك ونضفي بيه. وهنا حطيت بتاعه التوابل دي، ما كانتش موجوده هنا لكن نقلتها، كانت ورايا يعني في المكان اللي ورايا ده كنت حطاها، بس كانت عاليه قوي كل ما اجي اجيب منها حاجه نقلتها في المكان ده. وكمان الازازه بتاعه الزيت بتريحني، يعني ممكن اجيب ازايز كبيره فبحط في الازازه اللي هي الصغيره دي. شايفين البوتاجاز بقى عامل ازاي، والحمالات كلها اتغسلت، والعيون كمان زي الفل ما فيهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين. والبوتاجاز من جوه كمان غسلته من بره. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف كده وقدرت افيدكم بحاجه. ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.